ضربت وجاءت تحتمي ما انطيت مجالها، ما انيتها، ما انطيت حق هذا البيت. اعيد عليك ما يفوتك الثواب إن شاء الله والأجر. وإذا بكت علوية في أسرهم ضربت وجاءت تحتمي بردايا ولقد رأيت الشام تفرح بالأذى وكأن قد عيدا أتى بمصاب يا ابن الحسين لقصتي فابكي دمي. ابو صالح فدوة تروح عيوني لعيونك، انا ابكي سويعة من الزمان واميل، انت الذي تبكي الليل مع النهار. يا ابن الحسين لقصتي فابكي دمين، لا زال حبلي رابطا أكف لك عدهم قميص وثار ترشية، أو إلك بين الصهيل صريخ علوي. خوش حكي الليلة ويا صاحب الزمان، نعرض له شنو صار بكربلاء. يقول إلك عدهم قميصي وثار ترشية، ولك بيني الصهيل صريخ علوية، ولك كم حار ريا المهدي مسبية، ولك جثة غريبة هناك مرمية. ارفع ايدك يا صاحب الزمان، يا صاحب مو بعيد يحضر ويانا الليلة، يا صاحب بأعلى صوتك، يا صاحب المشتاق يصيح الحبيبة، يا صاحب الله الله. يا شي قلنا بعد إلك عدهم صدر ياهو اللي يجي وداسه، او إلك عدهم طفل ضك بالرمح راسه، او إلك عدهم ضعن مذبوح عباسه. يا هنيئا لك. اي والله إلك كم وردة داساها، إلك كم خيمة حرقاها، إلك كم حر شتماها. يا صاحب الزمان أنا
شايف سامع بالروايات وأبكي على زينب. انت شلون حالك؟ شلون حالك لما نادى المنادي احرقوا بيوت الظالمين وشردت العلويات من دير صار بزينب لما صارت تركض عمرها 50. انت الان اطلع الان باوع شوف لك مرية تركض قبل تقولها ها خويا خو ماكو شي خويا قولي بعد خيك. مو زينب قالوا لها يا سبيه ذبحنا حسينك يشمتون بيه. تقول ياهل شافني ياهل شافني أشر علي قالوا هاي بنت حامل حمل يا أخوها الذبح وهي يا السبي خويا اجيت انا بتوالي الليل انقل بالجدم قوة ويا جثة اقلبها اقول انه هو خويا جيتك على ريح الشاف اجيتك يا ابو المروه سووا بزينب يا صاحب الزمان اللهم عجل لوليك الفرج. الليلة الماضية أيها الأوداء تحدثنا عن النهر الأول الذي تركه أهل البيت عليهم السلام فينا، ألا وهو نهر الكرامة، نهر العزة، والذي ينبغي لكل إنسان يرتبط بأهل البيت أن يعيش هذا المعنى، أن يعيش معنى الكرامة بأهل البيت عليهم السلام. وحدة أيها الأوداء من حقوق أهل البيت علينا نحن أتباعهم أن الإنسان لا يشعر بالذلة معهم، هاي وحدة من حقوقهم علينا. يعني الإنسان يوم القيامة يعاتب إذا كان يؤمن بأهل البيت ثم يشعر بالذل والهوان أو يعيش الذل والهوان، يعاتب. لماذا؟ لأن أهل البيت أهل العزة والكرامة. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء يقول يأبى الله لنا ذلك ونفوس حمية وحجور طيبة. احنا يأبى الله أن نكون أذلاء، وهذا بالنتيجة لأتباعه. ماذا تكلمنا عنه في الليلة الماضية أيها الأوداء؟ النهر الثاني أيها الأحبة والذي ينبغي أن يعيشه الإنسان مع أهل البيت عليهم السلام هو نهر الإحسان. شنو يعني نهر الإحسان؟ احنا الليلة بضيافة الإمام المجتمع سنتحدث عن بعض تجليات الإمام الحسن عليه السلام في القرآن الكريم. سأذكر مجموعة من العناوين، يعني أنت بعد التفصيل يمك، لأن هذا ماكو وقت حقيقة لتفصيلها، وأمر سهل، أنتم إن شاء الله كلكم أهل لذلك. تجليات الإمام الحسن عليه السلام في القرآن الكريم من خلال اسمه. لماذا احنا نتكلم عن اسم الإمام الحسن بهذا المستوى؟ لأن اسم الإمام المعصوم اسم توقيفي، يعني الله يختاره. اكو هيجي كلام جميل لسيد عادل العلوي رحمة الله عليه،
يقول الذي يريد أن يعرف المعصوم يروح الألقابه. ألقاب المعصوم هاي مو جاية من فراغ. مثلا هارون الرشيد لعنة الله عليه ليس برشيد، بينما الإمام الكاظم رشيد. مثلا أبو بكر الصديق ليس صديق، بينما أمير المؤمنين صديق. مثلا عمر الفاروق ليس فاروق، بينما علي. يعني هاي الألقاب ألقاب، شو التفت لي، ألقاب ليست انتزاعية من شخصياتهم، بينما أهل البيت ألقابهم شنو؟ انتزاعية من شخصياتهم. يعني لما تسمع الإمام الصادق صادق، تنطلق من الصدق إلى الإمام الصادق، تبحث بالصدق شنو تجلياته، راح تعرف مقامات الإمام الصادق. الصدق مو على مستوى الكلام، أدنى مراتب الصدق صدق الكلام. أكو صدقا قلبي، صدق عقلي، صدق جوارحي، مشاعر وغير ذلك. هذا معنى. مثلا لما تجي إلى المجتبى كريم أهل البيت، الإمام الحسن المجتبى من يلقب كريم، أنت شو تسوي يا نور عيوني؟ أهلا شيخنا حياكم الله، عليكم السلام. أنت لما تسمع أن الإمام المجتبى كريم أهل البيت، تنطلق من الكرم إلى للحسن. ركز ويا هذا موضوع مهم اخوان. شو تروح تبحث هو شنو معنى الكرم، تجليات الكرم شنو؟ ادنى مراتب الكرم، التفت لي، ادنى مراتب الكرم كرم المالي. بس بروح ابوك هسه انت اذا تبحث بكرم الحسن المجتبى يذكرون لك يا كرم بس المالي، ذبح، صلخ، طبخ، اعطى. هذا انت تسويه. معقولة الإمام الحسن كريم أهل البيت لأنه يذبح وينطل الفقراء؟ لا. نعم هو كريم بطريقة إعجازية من الناحية المالية، لكن هذا ليس هو المقصود الأتم. هذا مصداق من مصادق الكرم. وحدة من أهم مصادق الكرم، التفت لي، وحدة من أهم مصادق الكرم عند الإمام الحسن هو صلح الحسن. شلون؟ أنا أقول لك شلون. الإمام الحسن لما صالح معاوية، الناس حكت على معاوية لو على الحسن؟ جاوبني عليه. من حكت؟ على الحسن. لماذا الإمام الحسن يسمح لنفسه أن يصالح أو يهادن والناس تحكي عليه؟ لأنه كريم. شلون؟ يقول لهم ستتحدثون عني وتذمونني وتنتقدونني، لكن سرعان ما تفهموا أني سأفضح لكم منه معاوية، راح أفضح لكم. وبعد مستوى من مستويات الكرم، التفت لي، عند الإمام الحسن أنه عندما يحارب، التفت، عندما يحارب سيتقاعس عن الحرب بعض الشيعة فيدخلون النار، فالإمام يصالح ويكرم شيعته حتى لا يدخلون منه، حتى لا يدخلون النار. مو كل الناس راح تقاتل ويا الإمام، إذا قاتل زين، والما يقاتل وين يروح؟ إلى النار. هذا كرم من كرم الإمام المجتبى. بعد مصداق من كرم الإمام المجتبى هو صناعة الأبطال الأفذاذ وتقديمهم علما للحسين. شوي التفت لي، كل واحد من أنصار الإمام الحسين منو صاحب الفضل عليه الأول؟ الإمام السابق. يعني حبيب ابن مظاهر لو ما عناية الحسن المجتبى يصير حبيب؟ ما يصير حبيب. التفت لي رجاء، لأن حبيب انصنع بزمن أمير المؤمنين، بس يقدر يستمر إذا مو الحسن المجتبى؟ ما يقدر. فالحسن المجتبى كريم عند الحسين، صنع له هؤلاء الأفذاذ. هذا واحد. هذا ثلاثة. مصداق رابع من مصادق كرم الإمام المجتبى هو أن الحسن، التفت، إمام الحسين، وكل ما عند الحسين مر بواسطة الحسن. خاف تتصور أن الحسن والحسين إمامتان طوليتان، لا، إمامتان شنو؟ عرضيتان. يعني الحسن إمام
حسين، والحسين ليس إمام الحسن، رغم أن الحسين عظمته عظمة، بس الحسن إمامه ولا. وهاي الأسبقية ليست زمانية، إنما هي شنو؟ مقامية. يعني الحسن مو أسبق بالإمامة من الإمام الحسين زمانا، لا، مقاما عند الله أيضا. زين، هذا معنى كرم. زين، لما تجي إلى اسم الحسن، الحسن اسمه أيضا فيه تجليات. قلت لك أنا راح أسولف بالآيات باختصار، والباقي عليك أنت تروح الليلة، لأن الآيات اللي انذكرن تحاول تراجعهن بالقرآن. هسه الآن سوي سيرش بذهنك واحفظهن ذن. أول تجلي: أحسن كما تحب أن يحسن، أو كما تحب أن يحسن الله إليك، أو أحسن كما أحسن الله إليك. هذا يسمونه الحسن المقابلاتي. هذا عندك أنت لولا شنو يعني؟ شوف، التفت لباوع علي. الناس صنفين: صنف شفاف من الطقة الصلاة تطلع قبل تروح لأولاده تروح الجيرانه، وصنف مثل الحائط من الطقة الصلاة تبقى ما تطلع ما تؤثر بغيره. واحد من تحسن إليه شفاف قبل يحسن الغيره، يمد الإحسان مالته يروح للآخرين. واحد من تحسن إليه يحبس الإحسان وين؟ بداخله. هسه ايش قد اكو ناس موجودين بالمجتمع من تقول له شنو رأيك بالجار بال2023، يقول لك والله الجار بال2023 مو شيء، وين ذاك الجار؟ هاي مصطلحات جديدة طالعت لنا جديدة. والله قبل الحائط ناصي والأخلاق عالية. منو قال لك؟ مو بكيفك انت. ومنو قال لك لازم الحائط يصير ناصي؟ والله تعال علي أخلاقك لأن الحائط ناصي؟ لا، علي الأخلاق وعلي شنو؟ جاوبنوا، علي شنو؟ وعلي الحائط. سيارات عالية أو ناصية والأخلاق عالية، ماكو ربط بين المواضيع هاي. الناس أخلاقها عالية وسياراتها عالية، عندنا ناس أخلاقها عالية وسياراتها شنو؟ عالية، وعندنا ناس سياراتها ناصية وأخلاقها ناصية، ماكو ربط بين الموضوع. قبل كانت الناس والله يعني الأخو الجار يشوف جارته وما يباوع لها بعين ما أدري شنو. مو صحيح هذا يشوف جارته، يعني شنو مثلا؟ شنو هو حايط؟ هو مثلا يشوف جارته وقلبه ما مو هذا الكلام منين يجيبونه؟ هذا الكلام يجيبونه منين؟ يجيبونه من هذا المنطق أن الإنسان يحبس الإحسان اللي يجي من الجار. أكو جار طيب، نعم، قل للناس، قل للناس بويا الجار زين بال2023. شرايك انت بجيل الطيبين؟ والله جيل الطيبين، الله على جيل الطيبين. زين، وهذا الجيل اللي قبالك المليانة المساجد بيه والمجالس مو طيب؟ جيل المجاهدين مو طيب؟ جيل الشباب اللي وقفوا للتكفيريين مو طيب؟ جيل الشباب الترسة والسواتر مو طيب؟ جيل الشباب اللي مسوين جمعيات خيرية وتبرعات للفقراء مو طيب؟ جيل الهيئات والمواكب مو طيب؟ منو قال لك هذا الجيل مو طيب؟ هاي الكلمة هي عبارة عن حبس للإحسان. فأنت مثل ما أحسن الله إليك شو تسوي؟ تحسن، فلا ينغلق الإحسان يمك، يعني لا تقطع سبيل المعروف. هذا واحد من مصادق الإمام الحسن المجتبى. شوف بعد: والله عنده حسن المآب، الخاتمة تجلي. 2: فتقبلها ربها بقبول حسن، العناية. بعد: والله عنده حسن الثواب، التكريم. وسنزيد المحسنين، يحب المحسنين، اصطفاء. بعد: ومن أحسن من الله صبغة، الفطرة. بعد: ومن أحسن من الله صبغة، هاي تفيدنا بالجندر بس ما نتكلم عنها لأن هذا يأخذ من عندنا وقت هواي. أيكم أحسن عملا، الإتقان. بعد: لا يضيع أجر المحسنين، الإنصاف. بعد: من جاء بالحسنة، نسمع صلوات حب علي. هاي الصلوات باردة باردة بأعلى أصواتكم.
ثالثة هدية لكل شيعي بأعلى أصواتكم. هاي إخواني من تتأملون بيها ستجدونها تجليات الحياة بشكل عام للإنسان الذي يريد أن يجعل له مسارا إلى الله سبحانه وتعالى. أكو كلمة أجمع بها ذن الحكايات لأمير المؤمنين، يقول: الناس أبناء ما يحسنون. أنت صح ابن أبوك، بس هم ابن إحسانك. إذا عندك إحسان، إحسانك ينتج من عندك شيء محترم بالمجتمع. جيد. هذا الباب الأول اللي نطرق به القرآن الكريم في شخصية الإمام المجتبى. هناك باب ثاني يحتاج شوية نتأمل به ونفتح أذهاننا إلى أيها الأحبة. في علم المعرفة إخواني أكو مصطلحين، مصطلح يسمونه الحسن الفاعلي. تركز وياي لأن هذا البحث مهم. مصطلح يسمونه الحسن الفعلي. حسن الفعلي يعني صلاتك حسنة. حسن الفاعلي أنت المصلي حسن. خلونا شوية أميز بين ذن الأمرين. ممكن الإنسان أيها الأوداء يتصدق $1000، هذا اسمه زيد، تصدق $1000. ميزان $1000 عند رب العالمين 5 مثقال. يجي واحد اسمه علي يتصدق $100، ميزان $100 عند الله 1000 مثقال. شنو الفرق؟ ذني أكثر بالكم. ليش صار هذا النوع أكثر عند الله؟ هذا يسمونه الفرق بين الحسن الفاعلي والحسن الفعلي. خل أضرب مثال ثاني. مثلا علي يصلي ركعتين، علي يعني أنت صلي ركعتين في جوف الليل، رب العالمين يدفع بهما البلاء عنك. جيد جيد. أحمد جيران علي يصلي ركعتين بالليل يدفع الله بها البلاء عن ديرته كلها. هن ركعتين هنا وركعتين هنا. الفرق بيش؟ بالحسن الفاعلي. الركعتين هنا 2 وهنا شنو؟ وهنا 2. لكن هذا صدقه توجهه ونورانيته أكبر من هذا، فينطي رب العالمين مو على العمل، ينطي على العامل. التفتول ينطي على من؟ على العامل. هذا تلقاه بعد وين؟ هذا تلقاه بزيارة الإمام الحسين. من زار الحسين شنو؟ ما زال الناس متفاوتين، فالمعارف هماتين شنو؟ متفاوتة، والجزاء على قدر الزاير لو على قدر المعرفة؟ على قدر المعرفة. نضرب مثال رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا. بروح ابوك سورة كاملة نزلت على مود الإطعام. أسألك بالله، أهل البيت شو أطعموا؟ طاووس مثلا، سيفس، ذبيحة، شنو ما أهل البيت شنو طعامهم؟ غير هو خبز الشعير وغيره لو لا. لكن رب العالمين نزل بيهم شنو؟ سورة كاملة على الحسن الفاعلي لو الفعلي؟ على الفاعلي. لذلك القرآن ويطعمون الطعام، هاي حبه مو عايدة للطعام، لأن حاشا لأهل البيت أن يتعلقون بالطعام. هاي حب من؟ على حب من؟ الله. ويطعمون الطعام على حب الله. لذلك نزلت السورة، لأن الحسن الفاعلي هو المقياس الأساسي أيها الأوداء. لذلك أخواني الآن أنا وياك نعيش، لازلنا وسنبقى إلى يوم القيامة نعيش بحسن الحسن ياهو الفاعلي. لماذا؟ لأن حسن الحسن امتداد الأخلاق بعيد جدا. أنا وياك مدعوين أخواني أن نرتب فاعليتنا الأخلاقية بيننا وبين رب العالمين. عينك علي؟ الأم تقول سيدنا أنا والله محجبة ولابسة عباية والحمد لله عفيفة، بنيتي ما أعرف شنو بيها. إيه نعم أنت محجبة صح ولابسة عباية،
بس ما مغروسة مرات هاي الأفعال بداخلنا إلى درجة أنه إحنا نتعامل معاها أنها أشياء محبوبة، نتعامل وياها أشياء مفروضة. فرق كبير إخواني بين اللي يتعامل مع الحجاب أنه فرض وبين اللي يتعامل وياه على أنه عشق، جمال. الحسين عليه السلام ليلة العاشر المفروض ينقتل الحسين يا يوم التاسع، بعد احنا بأيام الحسين. فقال لأبي الفضل قل لهم ليزحفوا عنا، يبتعدون عنا يرجعون، ويمهلونا فواق هذه الليلة. ايش عندك أبو علي؟ تريد تودع العيال؟ تريد تشم رقية وسكينة؟ لا، حتى نقضي وطرنا مع الله فندعو الله. شوف 4 أشياء: ونستغفره ونسبح، نقرأ القرآن ونصلي. هاي تهمني العبارة. بعد ايش قال الحسين؟ قال فإنه يعلم أني كنت أحب الصلاة له. مو كنت أصلي، لا كل احنا نصلي بس نحب الصلاة. الحسين يقول أنا مو أصلي، لا أنا شنو أحب الصلاة. ترى خلي ببالك هاي حكاية الحسين مقياس. تدري ليش؟ لأن الحسين ما قال أحب الصلاة. لو قايل أحب الصلاة أكو بينا بالمجلس ويحبون الصلاة. ايش قال؟ قال أحب الصلاة بين قوسين بقيد شنو؟ له. أنت بروح أبوك هسه إذا واحد إذا واحد قال لي نجاح السادس بالصلاة، أحب الصلاة لا أحبه، بس بضميمة السادس. واحد قال لي بس تصلي هاي الصلاة تتعين. أنت شايف هسه أنت سوي لك قناة باليوتيوب واكتب للناس قل لهم يابا صلاة للرزق، شوف المشاهدات بساعة تلقاها 250,000 عجيب. صلاة لقضاء الدين، صلاة للذرية، صلاة لشفاء المرضى. شوف الناس تركض عليهم، من حقها جزاهم الله خير. الناس تؤمن بالغيب، هذا مو شيء غير مكروه، لا محبوب. بس هاي الناس تحب الصلاة مو لله، تحب الصلاة علما للدين للنجاح للشفاء. بينما الحسين شي يقول أحب الصلاة شنو؟ له. يعني شنو له؟ يعني لو أن ديني ما قضي ومرضي ما شفي وعيالي ما أتوا لي فإني أحب الصلاة لأنها علما لله جل وعلا. يقول لهم لأن أنا شنو كنت، هاي كنت الناقصة، يعني كنت بمعنى تأكيد، مو كنت بمعنى الماضي، لا كنت بمعنى التأكيد. يعني أنا ملتصق بمحبة الصلاة. ولذلك أيها الأوداء الحسن المجتبى يوصفون بالروايات، عينك علي وافتح قلبك. الإمام الحسن كان إذا أعطى أغنى. إذا أعطى شنو؟ سؤال هنا، هذا سؤال مفتاحي جميل. هاي الأغنى راجعة للأعطى لو للحسن؟ هاي أغنى راجعة للعطاء لو للمعطي؟ إذا على الحسن الفعلي ترجع للمن؟ للعطاء. بس إذا على الحسن الفاعلي لمن ترجع؟ يعني بين قوسين أنت هسه إذا تنطي عطاء الحسن ما تغني، لأن عندك حسن فعلي بس ما عندك حسن فاعلي مثل من؟ مثل الحسن. يعني البركة نابعة من المعطي مو من العطاء أيها الأوداء. يعني يجوز أكو ناس بزمان الحسن ينطون أكثر من الحسن، يجوز لو لا ممكن، لو ما ممكن، بس عطاؤهم ما بذيك البركة. لماذا؟ لأن هذا عطاء منه؟ عطاء الحسن. لذلك هاي إذا أعطى أغنى مو راجع للعطاء يعني هواي، لا، يجوز ينطي له صرة من الدنانير بها 70 دينار بس البركة تبقى إلى آخر الدهر. هذا المعنى يرجعنا لهذه النقطة. لذلك أختم هذين الحكايات الأربعة ونسألكم الدعاء. هناك حسن فاعلي مثل هذا ذكرناه راجع إلى الفاعل، بعد هناك حسن فعلي راجع إلى الفعل، هناك حسن انفعالي. شنو الحسن الانفعالي؟ يعني مثلا الإنسان تطرأ بحياته تغييرات، يفقد ولد، يفقد عزيز، يفقد عافية، بعد تغيرات مال العبادة، تغيرات المراهقين. مثلا وليدي طب بسن المراهقة بعد صلاة الصلاة واجب عليه، صيام واجب عليه. إذا عنده حسن انفعالي
حال الناس قبل يقوم يصلي. بس إذا أنا ما مدربه على الحسن الانفعالي مع الله يجزع. شوف مثلا واحد من الناس عندنا، ما أذكر هسه وين محافظة، شوي التفتوا لي، هذا أخوه مات. من مات أخوه هسه شراد للإنسان من يموت أخوه أو أبوه أو ابنه؟ شراد يا حسن انفعالي. تركز وياه. مات أخوه، سوى راح على البندقية حطها ببطنه رمى نفسه انتحر. ما مات. أخذوه للمستشفى أسعفوه ما مات. زوجته ماتت لأن شافته مات قدامها بعد رمى نفسه، طاحت عليه ماتت. طلع من المستشفى قالوا له زوجتك ماتت. كض المسدس هم يريد ينتحر. خذوا من عنده المسدس. هسه وين هذا الشخص؟ هسه أنا هسه مو أسولف وياك، هسه أنا سبع الساعة بالعشرة إلا 10 أنا مو جاي أسولف وياك. هسه هو وين؟ هسه بالمقبرة يبث مباشر من يم قبر زوجته. اخواني كل ليلة يروح للمقبرة يقعد بصف قبر زوجته، يبث مباشر، يشغل غناء بصفحته ويبث مباشر، عفوا يشغل قرآن ويبث مباشر، يقعد يم قبرها ويظل يبكي. أصل المشكلة وين؟ ها؟ أصلها بالموت؟ لو شنو أصلها؟ ما عنده حسن انفعالي. لو مسلم أمره إلى الله انتحر ما انتحر، لو ما منتحر ماتت زوجته ما ماتت لو ما هو هذا أساس المشكلة. وين إخواني؟ أساس المشكلة أنه هذا ما سلم أمره لله. لا تكبرها، هي طاحت المشكلة بعد، ما يحتاج واحد يضخمها، خليها مشكلة واحدة وانتهت. حسن الانفعالي، واحد يقول لك والله أنا ما أريد أصلي. بابا مو بكيفك، أنت ما تصلي ما صلي وراك علي من خب صلي وخلص من عندها. والله أنا من أصير عمر 40 عود أصلي. من يقول توصل بال40 بوي؟ أكو ناس قالت بال40 وماتت بال20 وماتت بال30. فهي وراك صلي، خلي عندك حسن شنو انفعالي ويا التغييرات. والحسن الأخير هو الحسن التفاعلي ويا النعم والنقم. مرات الإنسان إذا الله أنعم عليه بنعمة يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإمام المجتبى سلام الله عليه أبدا أيها الأحبة لن يأتي يوم وليس فيه المجتبى عليه السلام في كل أنواع الحسن، انفعالي، فعلي، فاعلي، تفاعلي، ستجد الإمام المجتبى، ستجده مربيا ومعلما. وأنا شفت هذا الكرم مالت الإمام الحسن عليه السلام. أنا اللي أسولف لك هاي القصة صارت أمامي، حقيقة أمامي صارت. كنا في البقيع قبل بضع سنوات نزور البقيع. كان أكو رجل، أعتقد هذا الرجل لو طاجكستاني أذربيجاني أو إيراني، يعني هو عجمي يتكلم باللغة العجمية غير العربية، في مقبرة البقيع. وكان يبكي وحكى بلغة فصيحة ويا الإمام المجتبى، بلغة فصيحة عربية مكسرة. قال للإمام الحسن هاي الحكاية، قال له أنت الذي إذا أعطيت أغنيت، وأنا جاء إلى دارك. أنا جاي لدارك اليوم، أنت أبو مضيف المفتوح. هاي من يم أبو مضيف المفتوح؟ هو يتكلم باللغة الفصيحة، يقول له وأنا جاء إلى دارك، أنا جايك لدارك. يبدو أنه عنده مشكلة عويصة كبيرة، كلش كبيرة، وبكي طبعا. اي بالله، انتو شايفين اول ما تدخل المقبرة على اليمين قبر الامام الحسن، تزور وتمشي مسافة هاي الطويلة، شايفين تفتار داخل المقبرة مالت البقيع. مشينا حالنا حال الناس، نمشي وياه، ذني حكايتين حكاهن دمعتين مع حسن ظن، وطلع حال حالنا ومشي. خابروه، يشهد الله يا اخوان. واحنا بعدنا ما طالعين من مقبرة البقيع، صار عليه اتصال، بشروه بقضاء الحاجة، وهو صاح يا مجتبى يا مجتبى، يريد يرجع وين؟
للإمام الحسن المجتبى. بنفس الوقت أخواني خابروه وقضية الحاجة بنفس اللحظة. احنا كنا مجموعة من الأحبة الشيعة من العراق، قلت لهم ايش قد إيمانكم بالإمام الحسن المجتبى، هاي ايش قد إيمانكم هي سرعة قضاء الحاجة، هاي ايش قد إيمانك. الواي فاي مالتك المتصل بالإمام، هاي يسمونه الداونلود، سامعين بيه قبل، سرعة الانترنت تقاس بالداونلود. هذا الداونلود هو يقينك بالإمام. انت ايش قد يقينك بالإمام عميق، هو هذا راح يخليها أيها الأحبة سريعة أو بطيئة إيمانياتك به. احنا الليلة لأن الإمام المجتبى كريم راح نستأذن من عنده ونروح للشام. عندنا مصيبة الليلة، مصيبة رقية، مصيبة عزيزة على قلوب أهل البيت جميعا. طفلة صغيرة متعلقة بوالدها، أنتم تعرفون البنية الصغيرة علاقتها بأبيها علاقة خاصة. شلون إذا كان الأب هو الحسين، تفرش له مصلايته، تتلقاه بالباب، تستقبله، تودع بنية بعد وأب. الله يرزقكم من البنات خيرا كثيرا. اي والله. الحسين الطم اوجع اوجع، حسين اتعب من الدنيا وانت الراحة، اتعب من الدنيا وانت الراحة. الطير ما يعلى بدون جناحه، الطير ما يعلى بدون جناحه. حسين حسين حسين، الله يبيض وجوهكم بويا. حسين حسين، هذا لسان حالك قبل 40 تقول له اتعب من الدنيا وانت الراحة، اتعب من الدنيا وانت الراحة. الطير ما يعلى بدون جناحه، اتعب من الدنيا وين أعلى، اتعب من الدنيا وانت الراحة. الطير ما يعلى بدون جناحه، الطير ما يعلى بدون جناحه. يا حبيبي يا حسين، يا طبيبي يا حسين، يا حبيبي الله الله، يا طبيبي يا حسين. اتعب اتعب يا حبيبي يا طبيبي. حسين دليني المجالس ارد نوح، وين ما منصوب مجلس خل اروح. حسين دليني المجالس ارد نوح، وين ما منصوب مجلس ارد نوح. احسبني لو بيرغي فرف على السطوح، احسبني لو بيرغي رف حسين، احسبني لو بيرغي رف عاف. ومن يجي عاشور نوح وياهم، ومن يجي عاشور نوح يا حبيبي يا حسين، نور عيني أعلى. الطم نور عيني يا
بعد يا حبيبي يا حسين نور عيني ديرة ما بيها عزا نجمة بضباب ديرة ما بيها عزا نجمة بضباب يا صلاة أمي ودعاها المستجاب يا صلاة أمي احكي ويا يا صلاة أمي ودعاها حسين أريدك من يغطيني التراب حسين أريدك من ذنوب عندي وجايتك المساحة ذنوب عندي وجايتك المساحة يا حبيبي يا نور عيني صوتي أعلى من صوتك أويلي عليك يا الأخير احكي ويانا أبويا أنا أسكت وأنت تحكي نور عيني يا ديرة ما بيها عزا نجمة بضباب ديرة ما بي اي والله النور عيني صاحب الزمان يا حبيبي يا حسين حسين خذ قلبي وخل منك قلب حسين خذ قلبي وخل منك قلب حسين خذ بيدي ودليني الدروب حسين خذ بيدي ودليني الدروب أنا حالف غير شخصك ما أحب أنا حالف غير والبداية وياك وانت الغاية والبداية وياك وانت الغاية اللهم اجعل الحسين أول زائر لنا في قبورنا اللهم اجعل الحسين أول زائر لنا في قبورنا أنا إن مت لا تغمضوا عيني فحبيبي قادم وإن أدخلتموني القبر لا تقولون ظل وحيدا فمع الحسين إلى أرواح موتاكم جميعا شهدائكم الأبرار إلى الشباب العزلي إلى المظلومين إلى موتى الحاضرين إلى شيعة أمير المؤمنين موتى خدام منبر الحسين إلى العلماء والأعلام إلى كل من مضى عنا ولم يذكر بخير إليكم جميعا أمواتكم الفاتحة مع الصلوات